السلام عليكم. مساكم الله بالخير. في موضوع دائما يطرحونه الشباب وتجينا استفسارات كثيرة، خاصة موديلات 2016. الموضوع هذا الحرارة اللي تجي 2016 ترتفع ارتفاع كبير. فيه مشكلة بكلتش المروحة الموديلات 2016. حرارة موديل 2016 ارتفاع مو طبيعي، يعني موتر تلقى ماشي 10,000 15,000 20,000 موديله جديد، ويحس ان حرارته ترتفع للنص، بعضهم ترتفع لفوق النص. هذا عنده مشكلة بكلتش مروحة، يروح الوكالة ويغيرون له. فيه مشكلة بموديلات 2016 بالنسبة للحرارة، تجهل الوكالة ويغيرون لكم مباشرة. الكلتش اللي هو ماسك المروحة الدائري، هذا اللي ماسك المروحة، هذا كلتش يغيرونه يبرمجونه ويركبون لكم جديد. انا عشان بس اقطع الاستفسارات اللي تجي دايم على الخاص، وتكلمت في السنابات هذه عشان المعلومة تصل للجميع. أي واحد يشتكي من حرارة موديل 2016 يروح الوكالة، أو أي واحد عنده ماشي ضمانه الموتر في الضمان يشتكي من الحرارة ترتفع حرارته، أو الموتر يمشي، أو موتر تو واقف ترتفع حرارته، هذا عنده مشكلة. موترك على الضمان الآن توجه الوكالة مباشرة عشان يغيرون لك الكلتش. يجي واحد داخل البر يطاعس له نص ساعة يقول ارتفعت حرارتي. هذا أي موتر يرتفع حرارته إذا دخل البر وطاعس. بس حبيت أوصل الفكرة. واقف له نص ساعة عند إشارة أو مكان حار وارتفعت حرارته، هذا طبيعي، لا ما هي بمشكلة هذه.